يا قادر. ثم بدي اتوجه للاستاذ عمران ياسين والفنانين التشكيليين يلي على الاستقبال بلوحاتهم الحلوه. نحن قدرنا نعرف الريشه شو بتكتب على قلوب المحبين. من خلالكم بدي اوجه تحيه لكل الحضور. بدي اتشكر الاستاذ لؤي نجيب اللي جي معنا اليوم. بدي اتشكر عكار، وبدي اتشكر صاحب الدار والدار لبيت حدارة. يسعد لي وعدك استاذ محمود. شكرا على استقبالك القيم. الشكر اللذيذ والحلو يلي طبع بقلبي لما انا وفايد كانوا الخيالي ماشيين قدامنا وكانوا عم يرقصوا بالخيل، وما في احلى من الفروسيه. تحيه للفرسان اللي موجوده عندك بدارك دار الوفاء استاذ محمود حداره، بشكرك على استقبالك الرائع. تحيه الجلل للمؤسسه الجلل. انا بدي اقول بشكر حضور ممثل معالي اللواء اشرف ريفي يلي هو بيمثل العسكريين الحاليين والعسكريين ورتباء وافراد القوى الامنيه وقدامى الجيش اللبناني والقوى الامنيه. ثم من خلالكم بدي اتوجه بالتحيه الجلل الكبيره من القلب للقلب. تحيه للبنان، تحيه لجيش لبنان، تحيه للجيش الوطني اللبناني. دمتم بخير. والشكر ايضا لمنظم الحفل المخرج لؤي نجيب. الكلمه لك، تفضل. اهلا وسهلا بالحضور بكم فردا فردا، بكل الحضور بالجيش بالمدنيه. نفتخر فيكم في منطقه عكار بالقلب جوا عكار، مخزون الجيش، اكبر نسبه شهداء. اهلا وسهلا بكشاف الغاب، بالكودي فرح، بالمختاره، استاذ عمر، استاذ محمود حداره. نشكرك على هذا الاستقبال. نشكر نقيب الفنانين معنا الاستاذ عبد الرحمن الشيمي والاستاذ عمران ياسين وكل الشعراء والكل الموجودين. واهلا وسهلا فيكم. بتكبروا القلب، عن جد بتكبروا القلب. كلنا جيش، كلنا لبنان، كلنا الوطن. هدي نجلي هيك، خليك مع عباس مباشر. الله مالك ايه خليك هيك. في العديد من المشاركات الفنيه بالعديد من المناسبات، فالرسم فن ينطق بحد ذاته، لوحات تحاكي وحي المناسبة. تفضل لتقول كلمتك. السلام عليكم. طبعا نحن بهذه المناسبة كفنانين ما فينا ما المصري وباسل اللي اجوا من طرابلس، باسل كبارة. بدي اتشكركم كثير وشكرا لكم. انا ماني محضر كلمه فاجئوني. يلا شكرا لكم للجميع ويعطيكم العافيه وكل عام وانتم بخير. وكانت قبلته الجيش يدعو لأمه والوطن معا. حصل على ماستر أدب عربي بالجامعة اللبنانية. ديوان شعره قيد الطبع بعنوان صلوات الجمر والماء، حائز على جائزة الإبداع الشعري على مستوى الوطن العربي. لديه عدة تكريمات ومشاركات في العديد من الفعاليات الثقافية، وهذه مشاركته الأولى بين حنايا أرجائنا بعكار. ونحن بوجود الضيف لا بيوت لنا، العتبة والعتب لنا. وهناك مقولة تقول: من أول دار تعهد الزوار. الشاعر رامي ونوس، أهلا بك بدارك، المنبر لك، تفضل.
انا عم صور بس مباشر انا. استاذ بدي كيف لقيت الوضع؟ والله الوضع ظهر. شكرا استاذ حنان على هذا التقديم الجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الوطن، مساء الجيش، مساء الشعر. أشكر الأستاذ الحاج محمود حدارة لأنه أتاح لنا شرف الوقوف في هذا المكان نتشارك به معا الاحتفال بعيد الجيش اللبناني. كما أشكر الصديق الأستاذ المخرج لؤي النجيب على دعوته للمشاركة في هذا الاحتفال، وللأصدقاء الشعراء وللرسامين والفنانين التشكيليين. وأكيد ما فينا نتجاهل معرض الرسم، هذا رسم والشعر رسم بالكلمات. تحية إجلال وإكبار إلى الجيش اللبناني في عيده 80، الجيش الذي هو صمام الأمان لوحدة الوطن واستقراره. كل عام والجيش اللبناني بخير، كل عام وأنتم بخير، كل عام والوطن لبنان بخير. القصيدة الأولى بعنوان فجر الجرود. أرجو من الجميع أن يستمع. القصيدة الأولى بعنوان فجر الجرود. وكان لي شرف المشاركة في هذه المعركة النبيلة التي حررت جنود عرسال من الإرهاب عام 2017. ارفع جبينك، ارفع جبينك إنك العلوان، فلك السما لك في العلا عنوان. ارفع جبينك فالنجوم تأهبت لقرار حسبك وانتشى البركان. الأرض ترشف من خطاك صلابة، والرمل يزأر والمدى نيران. فجر الجرود، فجر الجرود أطل من وهج الخطى، واهتز تحتك في المدى ميدان. جيش الكرامة حيث تمشي سائر متقدم، أبطاله عقبان. لا يعرف الخذلان في خطواته، برق قد اهتزت له الأركان. النصر مجد، النصر مجد والشهادة مطلب، وكلاهما يهفو له الوجدان. يا من مشيت بنا إلى عليائنا فوق الثريا أيها الربان، لنطل من أعلى على ساحاتنا، ويسجل التاريخ والأزمان أنا مررنا من هنا، هاماتنا رايات عز أرزها لبنان. الواقفون على جفون عيوننا، الحارسون منازلا وقلوبا، الصابرون على فصول جراحهم. تعبان يا خالد ها؟